وده في حد ذاته بقى واضح جدا ومفهوم للجميع. وطبعا الهدف معروف: إشعال الفوضى والبلبلة تاني في مصر. الخطر الأكبر يا صديقي إن الحملات دي مش عشوائية. في منظمات دولية لدول بترعى الإرهاب من سنين بتمول الحملات دي، بريطانيا مثلا. والهدف طبعا معروف، وهو إثارة السخط الداخلي ومحاولة ضرب الاستقرار في مصر. ويجي هنا سؤالنا الأهم والأخطر: هو ليه الجيش المصري مخوف وبيرعب إسرائيل بالشكل ده؟ فمقال السفير ديفيد جبرن اللي كتبه وضح النقطة دي بشكل كبير. قال إن المسؤولين المصريين أو العقيدة المصرية شايفة إن دولة الكيان دولة غير شرعية في المنطقة، وشايفة إن دولة الكيان هي كيان استعماري مفروض على المنطقة بالقوة. لما تجمع العقيدة دي جنب حجم الإنفاق اللي بيتصرف على الجيش من تدريب وتسليح، هتقدر تفهم وبكل بساطة ليه إسرائيل مرعوبة منك. لأن ببساطة الجيش المصري بيطور نفسه: أسلحة حديثة، قوات برية وبحرية وجوية، كفاءات قتالية وتدريب أحدث الأسلحة لو جاز التعبير، وانتشار قوي جدا في سيناء عسكري وتنموي، وده بيقلقهم قوي. نروح بقى لليمن اللي نفس القصة بتتنفذ فيها، مربوطين ببعض، هو نفس السيناريو بس بيتحقق كل مرة أو كل فترة في سنة، مع إضافة شوية تعديلات بسيطة حسب الأيديولوجية أو الفكر الخاص بالشعب الخاص بالبلد دي. إسرائيل في اليمن بتمارس نفس الأساليب، بيحاولوا يشددوا الضربات على الحوثيين بعد ما ضربوهم بصواريخ ذكية ومتطورة جدا. الوضع ده لو بيكشف شيء فهو بيكشف المخطط الأوسع أو الأكبر للشرق الأوسط الجديد، وهو إن إسرائيل بتستخدم أي صراع إقليمي في المنطقة لتحقيق أهدافها التوسعية.